الثراء السريع. فكرة مغرية مش كده؟ يعني إيه اللي ممكن يكون أحلى من إنك توصل للنجاح والفلوس في وقت قليل جدا من غير ما تمشي الطريق الطويل اللي مليان وجع دماغ؟ أول مرة سمعت عن الفكرة دي كنت منبهرة بيها جدا، ودي قصتي. كنت بدرس في محافظة تانية، وفي الفترة دي كنت محتاجة إن يكون ليا دخل. حد من زميلاتي عرضت عليا فكرة بيزنس هتخليني أعمل فلوس محترمة في فترة قليلة، وبعدها بدأت معاها البيزنس ده. ومن هنا المفاهيم اللي زي الدخل السلبي وبقى مدير نفسك اتقدمت لي على طبق من ذهب، وأنا صدقت وأكلت الطعم. كرهت فكرة الشغل من 9 ل5، حسيتها كأنها هزيمة أو فشل في الحياة. هما باعولي حلم الثراء السريع، بس الحقيقة إنه كان مجرد منتج عادي هتشتريه. ما كنتش فاهمة وقتها إني داخلة عالم مخططات الثراء السريع. الغريب إن خرجت بخسائر بسيطة، يعني بس اتشربت طعم الموضوع. بس العالم ده خبيث جدا زي التعبان، أي حد ممكن يقع فيه. هم عارفين يضغطوا على وجعك في الوقت الصح، وساعتها مهما كنت متعلم أو فاهم أو ذكي هتقع في الفخ. وهنا بدأت أسألها أسئلة زي أنا متأكدة إن ده هرم، بس اللي بيعرض الفكرة عليك هيقولك مفيش الكلام ده مثلث، وبيبيع لك الوهم كأنه فرصة تخلصك من المشاكل، والموضوع في الآخر مجرد تلاعب. وهنا سألت نفسي ليه ممكن أي حد يضحك عليه كده؟ في مصطلح اسمه بياع زيت التعبان، مصطلح قديم بيتقال على النصاب أو الدجال اللي بيبيع حاجة ملهاش أي لازمة. عايز تعرف إيه هي قصة المصطلح ده؟ كان في واحد اسمه كلارك ستانلي، كان بيلف في أمريكا بيبيع زيت التعبان في عروض اللي كانوا بيسموها عروض الطب. الناس كانت بتتجمع وهو يطلع يقول إن الزيت ده متاخد من أفاعي المية الصينية، بيعالج كل الأمراض. بس طلع كله كده. في سنة 1916 حللوا المنتج ولقوه مفيهوش أي زيت تعبان، كان فاضي تماما. ومن وقتها كلمة بياع زيت التعبان بقت رمز للنصاب اللي بيلف من بلد لبلد يضحك على الناس. الأشكال دي موجودة من زمان، بتغير بس العرض أو الشكل، لكن الأدوات والأساليب واحدة. وأنا شايفة إن أنا وقعت في النسخة الحديثة من الوهم ده. ناس بترفع سقف التوقعات عن المنتج بتاعها، والمنتج أصلاً مش بيوفي ولا بنص اللي بيتقال عليه. النصبايا مش في الكورس أو المنتج نفسه، النصبايا في التسويق ليه. ومن هنا رجعت أسأل نفسي تاني، ليه ممكن أي حد يقع في ده؟ فقررت أبص على شوية نصابين في الماضي القريب. لقيت حاجة اسمها الإعلانات الطويلة، الانفوميرشلز. دي كانت النسخة بتاعة الثمانينات من عروض الطب. الإعلانات الطويلة دي كانت واخدة شهرة جبارة في الثمانينات والتسعينات، عبارة عن إعلان بطول برنامج من نص ساعة لساعة كاملة، كانت بتتعرض بره أوقات الذروة من 1 بالليل ل6 الصبح، وكتير منهم كان بيروج لمنتجات حقيقية. أوقات كان بيبقى فيه إعلان طويل وراه نجم مشهور، وده كان بيخلي الناس تصدق المنتج أسرع، بس في نفس الوقت جذب كومة منتجات مشكوك فيها وأشخاص وأساليب تسويق غريبة. طول البرنامج كانوا يعرضوا رقم مجاني علشان تتصل وتطلب المنتج. وبالنسبة لبياع زيت التعبان، ده كان بمثابة عرض الطب الجديد. منتجات التحفيز والتنمية الذاتية كانت مالية الدنيا، ومعاها بقى إعلانات الثراء السريع. واحد من أشهر الشخصيات دي كان اسمه دون لبري، اللي كان بيعتبر نفسه ملك الإعلانات الطويلة. Stumbled onto 3 totally different ways to make money that ended up making me over $50,000 a week out of my 1-bedroom apartment. I learned 3 totally different ways to make money that you could start doing in the next few days. In a few days from today, you could be making more money in 1 day than most people make working all month long for somebody else. وكان بيكمل، مش مهم انت مين، مش مهم ساكن فين، مش مهم معاك فلوس قد ايه، اي حد عنده ذرة عقل يقدر يعمل ده. عندي نظام، والنظام ده سهل جدا لدرجة تخليك تقول انه مش واقعي. ومن هنا بدأت الأنماط تظهر. لابريه كان دايما بيوعد الناس ب4 حاجات: انك ممكن تبقى غني، وان ده هيحصل بسرعة، وان اي حد يقدر يعمل ده، وان عنده نظام سحري هيساعدك. لابريه كان بيبيع 3 برامج، كل برنامج منهم المفروض يعلم الناس ازاي يحطوا اعلانات صغيرة في الجرايد ويكسبوا منها. الكلام ده يا صديقي في الثمانينات والتسعينات.
بس الحقيقة إن أغلب اللي اشتروا البرامج دي من المستحيل إنهم يحققوا الأرباح اللي هو بيقول عليها، لأن المكسب من الإعلانات المصغرة ما كانش سهل زي ما كان بيصوره. والأوضح من كده، لابري نفسه ما كانش بيكسب من الإعلانات دي، هو كان بيكسب من بيع البرامج بتاعته في الإعلانات المطولة. والموضوع من هنا بدأ يمشي بنمط متكرر. أي مخطط ثراء سريع هتلاقيه بيقولك نفس الكلام: اتبع النظام خطوة بخطوة، النظام سهل جدا وانت هتنجح في وقت قياسي. لكن الواقع حاجة تانية. مش معنى كده انك مش هتكسب من العقارات او الاعلانات، لكن التسويق اللي بيتعمل للبرامج دي بيكون عكس تام للواقع. زي زيت التعبان، كان ليه شوية فايدة بس عمره ما كان العلاج السحري اللي وعدوا بيه. ولما رجعت أبص على طرق الربح السريعة اللي لقيتها على الإنترنت، لقيت نفس النمط بيتكرر. بيوعدوك بنموذج بيزنس زي مثلا الدروب شيبينج، بس بيتباع لك بطريقة تخليك فاكر إنه سهل قوي. الناس دي بتستخدم أساليب تسويق عادية علشان يقنعوك، زي الدليل الاجتماعي. يعني يجيبوا مواطن عادي أو شخصية معروفة وتقول لك: من غير كورس فلاني الفلاني كنا أفلسنا، الكورس ده أنقذنا، أي حد ياخده لازم ينجح. وأغلبهم بيحكي قصة شخصية علشان يقرب للناس أكتر. خلينا أقول لكم وضعي، أنا كنت محتاج للفلوس، المصاريف كانت أكتر من دخلي، مش أنا لوحدي اللي عندي المشكلة دي، صح؟ كنت يائس، عايز أفرح أهلي، حسيت إن الشغل من 9 ل5 معناه إني فاشل. أنا شخصياً يأسي هو اللي دخلني في العالم ده، وأنا قاعدة مقتنعة إن أنا الذكية اللي شافت الحقيقة، أنا اللي خدت الحبة الحمراء اللي بتكشف الواقع، في حين الناس اللي حواليا مش شايفة اللي أنا شايفاه في المخططات دي. بس الصدمة، كل ده كان مجرد البداية. الإعلانات الطويلة دي اللي شفناها كانت بس قمة جبل الجليد في عالم الثراء السريع، واللي جاي أظلم وأخطر بكتير. من سنة 2006 لسنة 2016 بدأ منتجات التجميل والعناية تظهر في الجامعات وأماكن العمل. المنتجات دي كان بيتسوق لها على إنها أفضل منتجات في مجالها، لكن الحقيقة إن المنتجات دي ما كانتش أكتر من غطاء لحاجة أعمق بكتير. المنتجات دي كانت تابعة لشركات زي ماي واي، أورفليم أو كيونت، ودي شركات MLM مالتي ليفل ماركتينج أو التسويق الشبكي. الفكرة إنك كموزع بتبيع منتجات وتاخد نسبة. الأحلى زي ما بيقولوا إنك ممكن تجيب موزعين جداد معاك وتاخد عمولة من أرباحهم. بس لو ركزت شوية هتفهم، شركة مش فارق معاها بيع المنتج نفسه، هم كل همهم إنك تجيب موزعين جداد. الطلاب في الجامعات كان بيتبعت لهم مسجات من أصحابهم عن فرصة بيزنس، ولما يروحوا يسمعوا يكتشفوا إنهم بيتعرض عليهم حلم. كان بيتقال لهم: ممكن تبقى عندك 16 سنة وتعمل فلوس قد اللي انت عايزه، وممكن تبقى 85 سنة وتعمل نفس الكلام. لو انت قاعد هنا النهاردة عندك 14 أو 18 أو 23 سنة، الفرصة دي أعظم حاجة هتشوفها في حياتك. المنتجات دي استهدفت المدارس الثانوية والجامعات، أماكن كلها شباب صغير لسه مش عارفين مستقبلهم رايح فين. بالنسبة لي أنا كان عندي 21 سنة ولسه بدور على اتجاه في حياتي. بالنسبة لي الموضوع كان طعم إني أساعد أهلي وأأمن لنفسي مستقبل مالي. اللي كانوا بيركزوا عليه إن الجامعات والأسواق دي متجددة، يعني كل سنة في دفعة جديدة من الشباب اللي ممكن يتجروا ورا الحلم ده. بس في الحقيقة الشركات دي ما كانتش غير مخطط هرمي، بيراميد سكيم، نوع تاني من مخططات الثراء السريع. الموزعين كان بيتقال لهم إن الفلوس الحقيقية مش من بيع المنتجات، لكن من إنك تجيب ناس معاك وهم كمان يجيبوا ناس، وهكذا. بس لو كل واحد جاب 5 والخمسة جابوا 5 كمان وهكذا، الموضوع مش هيكمل غير 14 مستوى بس قبل ما تستهلك عدد سكان الكوكب كله. والنتيجة اللي بيدخل في الأول بس هو اللي ممكن يكسب، أما الأغلبية الساحقة بيخسروا فلوسهم. بص يا صديقي، بالنسبة للمخطط أو السكيم ده أنت أصلا متأخر. تقريبا 90% من الناس اللي اتجندوا في الشركات دي ما كانوش بيكسبوا حتى 4000 دولار في السنة، وده من غير ما نحسب الفلوس اللي كانوا بيدفعوها علشان يشتروا المنتج نفسه. الحقيقة إن أغلب الشباب اللي دخلوا في الشركات دي كانوا بيخسروا فلوس. الشركات دي كانت نصب
وبتشتغل بأسلوب شبه طائفي علشان تخلي الناس محبوسين جواها. في شباب سابوا الجامعة، وفي اللي قطعوا أصحابهم وأهلهم، وفي اللي غيروا حياتهم على السوشيال ميديا كلها علشان يروجوا للشركة دي. الجزء الطائفي في الموضوع هو اللي بيخليهم يكملوا. بتلاقي نفسك جوا دايرة كلها ناس بتعمل نفس اللي انت بتعمله، وكأنها قاعة مقفولة صدى الصوت فيها بيكرر نفس الكلام. بس الشركات دي ما كانتش الوحيدة، لسه في شركات MLM كتير شغالة لحد دلوقتي، وكلهم ماشيين بنفس النمط. بيعتمدوا على التجميد، بيوعدوك بنتائج أكبر من الحقيقة، بيبنوا مجتمع حوالين الخطة نفسها. ولو انت كل اصحابك في نفس النظام ومقتنعين بنفس اللي انت مقتنع بيه، هيبقى صعب تخرج من الدايرة دي. كمان في عواقب اجتماعية لو خرجت، بمعنى أصح حياتك كلها بقت هي المخطط ده. الناس اللي بره ممكن حتى ينجذبوا بسبب الفومو، الفير اوف ميسنج اوت، الخوف من انهم تفوتهم الفرصة اللي كل الناس دي بتقول عنها انها رهيبة. انا شخصيا وقعت في حتة وهم الثراء السريع اللي بيوعدوك بيه، لان غرقت نفسي في المجتمع بتاعهم. قرأت الكتب اللي عايزين نقرأها، محتواهم كان مالي الفيد بتاعي، والأهم إن ما كانش عندي الجرأة إني أقيم الكلام النقدي اللي كان بيتقال لي من الناس اللي بره، لحد ما بدأت أشوف النمط بيتكرر، نفس الأسلوب في البروشور، في التسويق، في النتائج اللي أنا وغيري شايفينها. ولما اكتشفت إن أنا واقعة في الموضوع ده، حسيت بكمية غضب وكسوف من نفسي. السؤال بقى، إزاي هما بيخلوك تفضل جوه اللعبة؟ في عنصرين مهمين. الأول، بيرموك أنت على الفشل، بيخلوك تحس إن الغلط عندك أنت مش في الخطة بتاعتهم، مع إن الوعود كلها مبالغ فيها. مهما اشتغلت كويس بيقنعوك إنك أنت اللي مش ماشي صح. ده بيكسر ثقتك في نفسك، وتفضل تسأل نفسك أنا بغلط في إيه؟ وعلشان يزودوا الفكرة دي أكتر، كانوا بيروجوا لفكرة شبه علمية كده اسمها قانون الجذب Law of Attraction. بيخلوك تصدق إنك لو ما نجحتش فالعيب في طاقتك وإنت السبب، متجاهلين إن النظام نفسه معمول علشان الناس تفشل. العنصر الثاني، المجتمع الطائفي، يعملوا جروب كبير جدا يرددوا فيه نفس الكلام، وكمان بيقنعوك ما تسمعش لأي نقد من بره، وتبعد عن أي حد مش معاهم، واللي من بره دول بيتقال عليهم إنهم حاقدين أو سارقي أحلام. وده بالظبط نفس تكنيك غسيل المخ في الطوائف. بيسيطروا على المعلومات اللي بتوصل لك، وممنوع تسمع لأي مصدر تاني. بس هنا في مشكلة صغيرة، إن كتير من العناصر دي موجودة حتى في شركات أو منتجات أو براندات شرعية، وهنا مش سهل إنك تميز السكام أو النصباية من الحاجة الصح. إعلانات الثراء السريع واضحة وسهل تكتشفها لما تبقى فاهم الخطاب اللي بيستعملوه، لكن ساعات الموضوع بيكون أصعب. مش أي حد يبيع كورس يبقى نصباية. الفرق بين الصح والنصباية إنك تبص الأول على التوقعات اللي بتتقدم لك في الباكج. هل التوقعات دي شكلها واقعي من الشخص أو الشركة اللي ورا الموضوع ده؟ هل لو عملت بحث عنهم على جوجل هيطلع لك حاجات مشبوهة، ريفيوز وحشة أو إشارات خطر؟ بعدين بص على التسويق بتاعهم، هل بيستعملوا سوشيال بروف زي آراء وهمية من ناس تانية؟ وهل بيستعملوا ندرة مصطنعة زي إنهم يقولوا لك العرض هيخلص بعد ساعة مع إن العرض شغال على طول؟ هل الويبينار بتاعهم أو اللايف بتاعهم اللي بيقولوا لك عليه إن هو لايف هو في الحقيقة متسجل؟ كل الحاجات دي وغيرها تكنيكات رخيصة، لما تبتدي تلاحظها عقلك بيتحول من حالة سهل يتأثر عليه لحالة واعية، وتفهم إنك بيتباع لك حاجة. لكن في الآخر كان في درس أنا اتعلمته، وهو درس عن المسؤولية. الثراء السريع ممكن يحصل تقنيا، في ناس بتكسب لوتري، وفي ناس بتعمل شركة وتتباع بعد كام سنة بملايين، بس ده مش سهل خالص. اللوتري حظ، والبزنس محتاج تعب وجهد ومخاطرة وصبر. ولو حد بيبيع لك منتج أو خدمة ويقول لك الموضوع سهل، اعرف إن ده أكبر علامة خطر. أشكال النصب دي موجودة من قرون، وكل جيل وقع فيها. ده بيوريك قد إيه عقولنا مليانة انحيازات نفسية ممكن توقعنا في أي لحظة لو مش واخدين بالنا. أنا أول ما بدأت أشوف النمط ده بيتكرر، كانت دي أول خطوة أنقذتني من إني أغرق أكتر. لكن كان في خطوة كمان، إني أبطل أشتري الحلم وأبدأ أعمل أي حاجة حقيقية. مش أقعد أتخيل طريقة الدخل السلبي أو اللابتوب لايف ستايل، ولا حتى أوهام الثروة السهلة. لأ، لازم أشتغل بجد، لأن الحلم ده هو اللي خلاني في الأول
عرضة إني أتأثر بيهم. أهلا يا أصدقائي، وشكرا إنكم شفتوا الفيديو ده. الجزء الكويس في قصتي إني وصلت ليكم وتعلمت إزاي أعمل مونتاج، واستفدت من شوية مهارات اتعلمتها من اليوتيوب، وبدأت أقدم على اليوتيوب حاجة حسيت إنها مختلفة. وبجد الفضل ليكم في إنكم مكملين وبتتفرجوا على المحتوى. ولو حابين تشوفوا نفس المحتوى أكتر اشتركوا في القناة مجاني طبعا، وأوعدكم إن الفيد بتاعكم هيكون فيه محتوى كويس. وبكده زي ما بقول كل مرة، أراكم قريبا.